تصفيات حتى يلعبوا بشكل مختلف عن الآخرين. المقترح هو أن يبدأ إعداد المنتخب في 15/5 في حين أن المنافسات النهائية ستبدأ في 18/5. ما يتعلق بمسألة انطلاق الدوري أمر كان موجود عند المدرب، إذا كان يعتقد أنه هذا الأمر ممكن أن يفشل مهمته كان من الأولى أنه من البداية أن يعتذر عن الاستمرار بالمهمة، لكن أن يتخذ قرار أو يقدم مقترح بإلغاء الدوري على حساب مصلحته الشخصية حقيقة، لأن هذا المقترح لم يقدم أي مدرب منتخب ولم نسمع به من قبل. حتى زيكو ولا سيتكا. فهنالك استحقاقات كبيرة يعني للأندية يجب أن تحصل عليها. الزميل العزيز ضياء، يعني دعني أقاطعك في نقطة بسيطة. يعني يمكن مر على تدريب العراق من الأسامي المحترفة اسمين، فولغانغ سيتكا المدرب الألماني والمدرب الشهير زيكو. كلا المدربين لم يطالبا ولم يعني يريدا في يوم من الأيام تأجيل مسابقة الدوري العراقي، على الرغم من كونهم يعملون مع لاعبين جلهم من الذين يلعبون خارج الدوري العراقي. يعني أخي حسين، أنت تعرف أنه هو هذا الدوري هو أصلا اختصر، يعني هو في البداية كان عبارة عن ذهاب وإياب. اتحاد كرة القدم وبسبب الظرف الأمني اللي تعيشه مناطق شمال العراق يعني وبعد سقوط الموصل اتخذ قرار أنه صعوبة التنقل، فلذلك هو قلص الدوري. الآن نجي أن نقلص المقلص، وهذا أمر صعب. يعني هاي مسابقة الدوري عليها التزامات الأندية. أنا أعتقد الأمر ليس بيد اتحاد كرة القدم وليس بيد أكرم أحمد سلمان. الأمر في مجمله في ساحة الأندية، رؤساء الأندية هم يجب أن يجتمعون خلال هاليومين وأن يقرروا وأن يتخذوا قرارا حازما في هذا الأمر، لأن مسألة الدوري هي عبارة وإذا ما ألغي فهو يعني تأكيد على فشل الإدارات وعدم تحملها مسؤولياتها أمام جماهيرها وأمام الإعلام وأيضا أمام لاعبيها اللي متعاقدين معهم في هذا الموسم. طيب، يعني هنا زميلي العزيز ضياء حسين، كيف سيكون هناك موقف لرؤساء الأندية؟ وأني وأنت وكل الشارع الرياضي العراقي الكروي يعلم جيدا أن موضوعة الأندية ورؤساء الأندية هم أشخاص متنفذون في اتحاد كرة القدم، وحتى يبنى شكل الدوري، يقال يبنى شكل الدوري وتأجيلات المباريات فيه على وفق تلك العلاقات. لا أنا ما أتفق وياك بهذا الأمر، لأن الأندية الجماهيرية الأربعة، الشرطة والزوراء والقوة الجوية والطلبة، اللي هي أساس نجاح هذا الدوري واستمراره، لا يوجد فيها أي شخص ضمن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. لذلك فهي مركز ثقل كبير، لكن متى ما توحدت هذا اللي نبحث عنه احنا حقيقة. نعم متى ما يعني ارتبطت المصالح. أما هنالك من يحاول أن يلغي الدوري لكي يتخلص هو من المسؤولية. يعني أنا لا أبتعد عن عدد من الأندية الجماهيرية التي يمكن أن تبحث عن هذا الحل لكي تنقذ هذا موسمها الكروي الفاشل أو مخافة الإخفاق. هذا اللي ردت أوصل يعني زميلي العزيز. يعني نعم. هنالك من يدفع اتحاد كرة القدم ممكن إلى هذا القرار. نعم. زميلي العزيز ضياء حسين، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه الحلقة. كابتن أموري، كلام جميل. عملية إلغاء الدوري هو قتل مثل ما قلت للمنافسة، قتل لروح الإبداع في اللاعبين، ناهيك عن موضوع الالتزامات من ناحية العقود مع المدربين مع اللاعبين، يعني مشاكل كثيرة ما بين فنية وما بين إدارية. ما بها أي نقطة إيجابية للعلم. طبعا تحية للمبدع الإعلامي المبدع أيام زمان، أيام الدوري العراقي القوي، أستاذ ضياء حسين، تحية له. طبعا اكرم سلمان يعني هيك ذكاء عنده، انا ما راح اتخبر يعني ذكائك تريد تدمر الكره العراقيه اكثر بعد. انت تريد تدرب خارج العراق، انت تريد تلغي الدوري حتى تاخذهم وتروح خارج العراق، وين ما حتى تشوف اللاعبين مستواهم مو بالدوري مستوى اللاعبين، يعطيهم نصائح، يحضر المباراه، اذا يخاف هو يجي يشوف بالدوري العراقي، ليش يجي يستلم المنتخب؟ طيب انا يريد يطلع لعلمك. حسين سعد فرضا هسه عبد الخالق اكو كتلتين بالاتحاد. نعم. كتله سعد مالح اخونا سعد مالح وكامل صغير، هذول للعلم يطرحون طروحات زينه، اقول لك تعجبني، رغم هم بالرياضه ما بارزين كانوا، بس اكو كتله اللوخ تميل هالمدربين اللي كان هم اولاد الست، وباقي المدرب اولاد غير.
زين. اكرم سلمان يريد ياجل الدوري يدمر الفرق. طيب. المصالح هو راح استاذ راح تدخل اشياء بالحزبيه. الفرق المهدده راح هاي شلون واحد اجتي من السماء انقاذ فرق العراق، ما تجيب مدرب زين ولا تصرف للمدرب الزين ولا تستعين بالمدرب الزين، لانه تقول لك الدوري نزول بس 2 ما ممكن ما انزل. لما هسه تجيهم هاي الفرصه يتاجل الدوري ويلغي ويبقون بالدوري العراقي السنه القادمه راح يستفادوا من الغلطه، راح يبقون ما يدورون. بل بالعكس انا اطالب بالدوري العراقي ينزلون 4 فرق مو حتى تكون منافسه اكبر، حتى يكون ولو خارج الموضوع. انا هاي طرحتها بسلطنه عمان 4 اخذوا سوى 3. استاذ الاول والثاني بالدوري العراقي بالدرجه الثانيه يعني الاولى نعم يصعد تلقائيا للدوري الممتاز. الاخير وقبل الاخير ينزلون يعني مجموعتين واحد بواحد ينزلون راسا. بالمجموعه الاولى والثانيه الترتيبه 9 و9 يلعب ويا الثالث والثالث. انت طورت الصعود ممكن 4 يعني راح يصير اقبال على المدربين بشكل. هذا الشيء حتى عمليه التزاوج هذه شفناها حتى في الدوري الانجليزي الممتاز والنيشن وايد والله ما انا ما اعرفها بس نعم. انا طرحتها. نعم كابتن يعني هذا الموضوع يعني هم راح يسحبنا الى موضوع اخر، كيف يتم ذلك وتفاجئنا قبل ايام بقرار اصعاد او تصعيد او تاهيل اقامه الحاق الأندية التي حلت بالمرتبة الثالثة في دوري الدرجة الأولى إلى الدوري التأهيلي وإعطائها فرصة. صحيح. ولكن بنظرة فاحصة لهذه الأندية ستشاهد أن هذه الأندية التي تم إعطائها الفرصة أكثرها هذه الأندية لديها أعضاء هم أعضاء في اتحاد كرة القدم أساسا. فالموضوع يعني إلى علاقة بالعملية الانتخابية المقبلة والمصالح الانتخابية المقبلة. أستاذ أنا من قالوا أنا 18 سنة عايش بلبنان، أصدقائي نواب، صورتي ويا الحريري، ابن الحريري، علاقتي ب أسعد مكرمنا، ابن ست بهية أحمد صاحبي مرتين نقذت فريقه. لبنانة العراق دمرتنا بالطوبة هالمرة جوي، بالطوبة راح تتدخل الأمور هاي كافي الكفاءات تروح بالرياضه وغير الرياضه. احنا نريد البلد يتحسن ويرجع ورا. ديمقراطيه جتنا ديمقراطيه، الدوله تسعى بس الاحزاب يا اخي لا تتدخلون الامور ما يعنيكم. باي مؤسسه الكفؤ شغلوه، اكو بالاحزاب اكفاء، ليش مو كفؤ يجي يستلم مكان كفؤ؟ مو هاي ينخر بالجسد العراقي هذا، والكفاءات تهرب من العراق تنهزم. يعني مع احترامي للاحزاب واكثرها دينيه احنا نؤمن بها واحنا بنعدهم وبيهم صح ولا لا؟ احنا نريد كل حق ياخذ حقه، يعني لا يكون المصلحه الحزبيه فوق مصلحه البلد. هذا ما اريد نوصل له. كابتن خليني يعني استثمر وجودك معي. الحقيقه واحده من التصريحات ايضا للكابتن اكرم سلمان قال استغرب من عدم وجود قاعده بيانات للاعبين المغتربين خاصه داخل سجلات اتحاد العراقي كره القدم كي يتسنى للمدرب الوطني تقييم هؤلاء اللاعبين من اجل ضمهم لصفوف المنتخب العراقي. ونحن نتحدث ينضم الي عبر الهاتف الناطق الاعلامي باسم اتحاد كره القدم وعضو الاتحاد الاستاذ كامل صغير. تحيه لك استاذ كامل. وخليني اسالك عن يعني تصريح الكابتن اكرم سلمان الذي ابدى استغرابه من عدم وجود قاعده بيانات تخص اللاعبين المغتربين في سجلات اتحاد كره القدم العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لك ابو علي، تحيه الكابتن القدير عمور احمد، وتحيه لقناتكم الكريمه. حياك الله. حقيقه يعني الكابتن اكرم سلمان احنا مو عندنا مسح، لان تعرف المسح اللي سويناه على اللاعبين المغتربين، اللاعب الجيد هو يكون ضمن البيانات اللي موجوده باتحاد كره القدم. نعم. موجوده. نعم. اما احنا يعني يقال فلان ويقال فلان، فهاي اعتقد يعني اكثر اللاعبين مو كل المغترب هو بالمستوى المطلوب. نعم. اكو لاعبين عراقيين بالدوري العراقي افضل واحسن. انا عايش تجربه مع المنتخب الوطني واعرف هاي الموضوع. نعم. احنا قاعده بيانات، عندنا قاعده بيانات على اللي يعرف الكابتن اموري رجل مدرب محترف. اللاعب المحترف اللي يلعب بالدرجه الاولى والدرجه الثانيه مو مشكله، اما تجيب لي يلعب لي في فيلا زقه مع احترامات هناك وقال انا لاعب محترف. احنا عندنا قاعده بيان عن اللي يلعب بالدوري ويسجل ضمن الدوريات الموجوده. نعم. يعني استاذ كامل يعني لو سمحت لي، حتى بعض الاسماء من اللاعبين المغتربين يعني هو احتياط في فريقه ولم يلعب طيلة منافسات الموسم، بل كان حبيس مصطبة أو جليس مصطبة الاحتياط، ومع ذلك طرحت هذه الأسماء. أنتم في اتحاد كرة القدم كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟ أستاذ حسين احنا مو كل واحد يطرح، لكن احنا نشوف ونتابع، وعندنا ناس
ناس طيبه وناس يحبون بلدهم، ناس محبين للعراق. دائما نشوفهم ينطوك توصيف على اللاعب الجيد واللاعب الغير جيد، هاي حقيقه لازم نعترف بها. نعم. اللاعب الجيد يكون ضمن تشكيلات المنتخب الوطني، ومو كل لاعب جيد هو راح يكون يعني المدرب راح يعطيه فرصه، لكن راح يشوفه خلال المباراتين اللي راح يلعبها مع الكونغو، واعتقد راح تكون فرصه للاعبين المتواجدين مع المنتخب الوطني. مو كل لاعب يعني يسجل عن اتحاد كرة القدم. نعم. اعتقد احنا اللاعبين الموجودين يعني اتحاد كرة القدم ما قصر مع اللاعب المحترف، انا ما اسميه محترف. اللاعب الموجود يعني احنا تعرف سوينا جنسية بطاقة السكن وكل الامور وجواز سفر، هذا يتحمل اتحاد كرة القدم. نعم. يعني هذا جزء كبير بالنسبه لنا، يعني اللي جونا ما حاملين جوازات سفر سوينا لهم جواز سفر ومنعناهم شهاده الجنسيه العراقيه، صار مواطن عراقي، هو بالاصل مواطن عراقي لكن ما عنده المستمسكات لان ظروف يعني الظروف اللي كانت يعني احنا اكو دعوه من قناتكم الكريمه، دعينا وتحدثنا في برنامج وتحدثنا بالقنوات، قلنا على كل لاعب ما حاصل على جواز العراقي. تعرف هذا نظام الاتحاد هسه الاتحاد الدولي الاتحاد الاسيوي، اذا لاعب ما يحمل جواز سفر عراقي او جنسيه عراقيه ما يكون ضمن تشكيلات المنتخب الوطني. نعم. كل المنتخبات الموجوده. استاذ كامل يعني استاذ كامل حتى لا يداهمنا الوقت حقيقه اسالك يعني سؤال اخير، ما مدى صحه مطالبه الكابتن اكرم سلمان بالغاء مسابقه الدوري العراقي، وكيف سيكون موقفكم من هذا المطلب انت تحديدا، يعني انت وبعض الاعضاء يعني اللي اعرفه. شكرا على هذا السؤال وجيه وسؤال لازم يوصل للشارع الرياضي والجمهور الكريم. خط احمر بالنسبه لالغاء الدوري، يعني لا ماكو الغاء دوري نهائيا كاتحاد كرة قدم مسار الدوري، لكن علينا نضغط الدوري ويتحملون اخوان الانديه، لان الانديه صرفت مبالغ كبيره وعقود ورواتب لحد الان، كيف نلغي دوري يعني؟ ايش مسوين دوري؟ نعم. الدوري ما يلغى. نعم. استاذ كامل يعني قبل حلقتين يعني تقريبا او حلقه كان معي الاستاذ فهمي العامري ووضع جدولا مضغوطا بعض الشيء ينتهي قبل شهر رمضان المبارك بيومين، هل هذا ما سيطبق ان شاء الله في قادم الايام؟ يعني ان شاء الله اذا اراد الله، واحنا بوجود الاعلام الكريم ووجود كل الخيرين ان شاء الله راح ننهي الدوري وراح نضغطه، لكن انت تعرف يعني يا استاذ حسين من واحد يلغي دوري، هاي المبالغ اللي صرفت الانديه اللي صرفت مليارات، مو مليارين ولا ثلاثه، صرفت 8 مليار و9 مليار و5 مليار. نعم. يعني حقيقه شلون نلغي دوري؟ حقيقه استاذ أنا أشكرك لصراحتك أستاذ كامل، وحقيقة أفرحتني وأثلجت قلبي وقلب الجمهور لما قلت أنه إيقاف الدوري العراقي أو تعطي له خط أحمر. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نستضيفك في قادم الحلقات. شكرا جزيلا لك. ممكن مداخلة؟ يعني طبعا أنا أوجه تحية والله، يعني أنا قلت يمكن بالرياضة يعني ما كان بارزين الأخ لكنهم في العمل الإداري بارعون. لكن والله حقيقة. بارك الله بيك، لازم الحق الآن إحنا نريد الحق بكل شيء يا أخي. الحق بالغاء الدوري جريمة. انا عشت بسلطنه بلبنان 18 سنه، ما الدوري اللبناني ما يلغي، ما ممكن يلغي، كل ما تمر به هناك البلد من ظروف. حتى بعض الاحيان بس صار مشاكل بيروت وقف فتره قصيره، مشاكل يعني صار صراعات طائفيه ايضا. فاقول بارك الله بك انت وكابتن اسعد، واللي يوقف موقف بصالح الكره العراقيه. ومن قال مال اللاعبين بالدوري، اللاعبين ترى والله الدوري مالتنا بس لو الاتحاد يخططوا بشكل صحيح. سلطنه عمان جايبين مخطط ينطوا، تدري بالشهر ايش قد؟ ينطوا بالشهر يمكن ما ادري $100,000 $150,000 بس معاش. سوى لهم تخطيط يمشون عليه. هذا شنو من استراليا؟ فيلسوف يخطط. الكره العمانيه وين؟ ايش عندهم الكره العمانيه؟ مليونين بشر هم. مستواهم صار مثلنا، خلينا نقول مو احسن من عندنا، مثلنا. احنا العراق بس بالمدينه، بس بالشعله، بس بالعام، كل مناطقنا الاحسن لاعبين بيها، بس يخططون يخلون مدربين جيدين، مدربين محترفين، شهادات عليا، ما عنده شهاده ما يشتغل. هو المنتخب يتطور، صح ولا لا؟ المدرب يتطور. انا اشكره ونتمنى من الاتحاد ما يخطوا هاي الخطوه، لان هاي الخطوه اذا طلع سلام على الكره العراقيه. نعم. يعني هنا يعني كان حتى الايقاف، يعني حتى نكون منصفين حقيقه، كان المدرب اكرم سلمان يريد ايقاف الدوري العراقي يوم 15 من شهر ايار المقبل بدلا من الاول من شهر حزيران. يعني العله في ذلك يعني يريد ان يفرغ لاعبي المنتخب بشكل مبكر، لكن
نحن كإعلاميون وأنتم كمدربون كابتن نعلم أن مع نهاية الدوري يكون اللاعب والصيف يعني يقترب الصيف أيضا وهو والطاقة. نعم والطاقة والملل ما يصير. وهاي صارت ريمة عادتها القديمة، كل سنة شيء ويزلغون الدوري ويصعدون من الثانية للأولى وينزلون فريق يقول له السنة القادمة نصعدك، وبالتالي تقتل مرة أخرى يعني قيمة المنافسة أبدا أبدا. يعني هاي أنا ما شفتها برا، ما شفتها هاي. زين طيب كابتن، يعني سؤال أخير ما بقى غير يمكن دقيقتين عندنا. لما يعني تفتقر التسمية الحالية للكادر التدريبي للمنتخب العراقي من وجود مستشارين؟ نعم. مستشارين فنيين مع الفريق العراقي. ما الضير في استدعاء بعض الأسماء؟ عندنا أكثر من اسم على الساحة العراقية، حارس محمد، عبد الأمير ناجي، كريم صدام، والكثير، يعني عذرا لمن لم أتذكر أسمائهم. أنا أقول راضي شنيش، الكابتن راضي أحب هذا الإنسان. أولا هو أخلاق عالية وشاطر. كابتن راضي راد يسقط مال المستشارين. ما المستشارين ترى ما يصير مستشارين. لما راضي نجح، يعني نجح يعني اكثر من مقبول. انا برايي كان ممكن نوصل اكثر من هاي. الناس كلها سلطت على المستشارين، يحيى علوان ونزار اشرف لهم دور، بس المستشار ما يصير له دور هيك تسلطي ودائما يذكر بالاعلام. المستشار يقعد مثل ما يقعد بغرفه انا وياك قاعدين يناقشوني واناقشكم، بس هو الهيد كوتش، هو المسؤول على كل الاختيار. مثل ما نشاهد على مستوى الانديه الاوروبيه والمنتخبات الاوروبيه. بالضبط. زين يمكن راضي شنيش الخطيه، لعب كله مفتوح ويا الفرق وما وصلنا كان ممكن نوصل ابعد من يعني ويا كوريا ما لازم نلعب مفتوح، ويا الامارات ما لازم نلعب مفتوح. انا سالوني قلت لهم نخسر بس نلعب مفتوح، لان الامارات فنيا احسن من عندنا كانوا. يمكن هذول اثروا، لان هذول يدربون طلبه ويدربون فرق منتخبات، كانوا بايام منتخب الاولمبي قوي العراق على الساحه، كنا احنا متصيدين. اذا فكرهم تكتيكي وين؟ هجومي بحت. كره القدم هجوم ودفاع. هاي ليش اقول لك انا زين اكرم سلمان مو بالدوري، انت لما تمشي المنافسه وجمهور ويصير حافز من لاعبين اخرين يريدون يصعدون. نعم صح لو لا؟ ما الدوري نعم. فائدته شنو؟ فائدته يعطيني دائما وتخلي اللاعبين بالفورمه. نعم. الكابتن أموري أحمد، يعني الوقت سرقنا، الحديث كان جميل معك. قبل أن أنهي هذه الحلقة مشاهدي الكرام، وقبل أن أتقدم بالشكر لضيفي العزيز الكابتن أموري أحمد، يعني تجربة المنتخب الأولمبي في التسمية والزج بحيدر جبار وحبيب جعفر وصالح حميد لاقى استحسان وقبول كبير في الشارع الرياضي العراقي مع